ما تحطش نفسك في موقف زي ده. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة وهوندا سيفيك. طبعا العربية اللي معانا خدت رفض مرور لأن الراجل اشتراها طبعا بالثقة أو بحسن النية أو أخد معاه صنايعي، ولما جه يرخص العربية طبعا المرور كشف على القوايم وعلى العتب زي ما احنا شايفين مع بعض كده. المرور طبعا مكشف على القوايم ومكشف على العتب، وطبعا العربية اللي معانا دي واخدة رفض مرور لأنها 3 أجزاء، فمن الصعب جدا إن هي ترخص لأن العربية مغيرة السقف ومغيرة النص الخلفي. الراجل اشتراها بالثقة أو بحسن النية أو خد معاه صنايعي طبعا كالعادة ولبس في العربية طبعا، وصعب جدا إن هو يرخص العربية. فطبعا احنا بنحذر الناس وبنوعيهم، بنقول يا جماعه لما تشتري عربيه اكشف عليها عشان ما تتحطش في الموقف اللي اتحط فيه الراجل ده، وصعب جدا ان العربيه ان هو يبيعها او ان هو يرخصها. وطبعا العربيه الراجل موقفه صعب جدا وصعب ان هو يرخص العربيه. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينه نصر. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.